عسلامة ومرحبا بكم. باش نحكيو اليوم على القائمة المستدعاة للدولة الرباعية اللي باش تصير في القاهرة، واللي تجمع كل من المنتخب التونسي، المنتخب النيوزيلندي، المنتخب الكرواتي، والمنتخب المصري. دونك هذه أول تجمع للاعبين بعد كأس أفريقيا، اللي هي من أخيب كأس أفريقيا اللي لعبتهم تونس، واللي كان فيهم مستوى اللاعبين ما جاش شيء الحقيقة. دونك خايبة كبيرة كانت يعني بعد كأس أفريقيا سورتو. وأنه برشا جمهور الرياضي، وأنا خلينا نقول بارتي من الجمهور الرياضي، كانوا يستناو في المنتخب التونسي يتعدى الفاز دي بول ويوصل بعيد في الكومبيتيسيون هذه. دونك كانت خيبة أمل كبيرة. دونك برشا تغييرات في القائمة هذه، مقارنة بكأس أفريقيا، مقارنة بالماتشات اللي تلعبوا قبل كأس أفريقيا. دونك عندنا في الدفاع، عندنا على الجهة اليمين أظهرة دفاعية عايت الكشريدة والغيث الزعلوني. غيث الزعلوني بما أنه ديما المدرب يعيط الأبرز اللاعبين من الأربع الفرق المتكلاسية الأولانيين في تونس، لا أكبر أربع فرق في تونس، فانو نقاود الأفريقي والترجي وصفاقس والإتوال. دونك بما أنه الأفريقي باش يعيط الأبرز لاعب، فانه غيث الزعلوني حاليا هو أبرز لاعب في الأفريقي، حسب حتى جمهور الكلوب يشوف اللي غيث الزعلوني هو أبرز لاعب في الوقت الحالي في نادي الافريقي. بون كان معاه زيد حمدي العبيدي، اما حمدي العبيدي المده الاخرى عنده مشاكل مع الاداره نتاع الفريق نتاعو. دونك المدرب منتصر الوحيشي عيط كان لغايه الزعلوني، وحاجه طبيعيه بما انه حمدي العبيدي عنده مده ماهوش قاعد يلعب بانتظام وكاساسي مع الفريق. عندنا زاده على الجهه اليمين وجدي كشريده. وجدي كشريدة يعني المردود نتاعو في كوب دافريك الاخراني مردود خايب على الاخر، وانا كنت حكيت عليه في كوب دافريك، قلت هذايا لو مايون فيبل نتاع ليكيب، يعني كنت تشوفوا اضعف اليمون في لي 11 رونترون في كل ماتش، مع لا عاون دفاعيا لا عاون هجوميا. دونك انا ما كنتش ننتظر انه يكون موجود في القائمه هذه. دونك يقول قائل شكون كان ينجم يعيط بخلافه؟ علاش ثم دراجر اللي هو ماهوش في فورما زاد الوقت الحالي. مي داكوردو ما تحبش تعيط للدراجر مش مشكلة، ما أنا ضد إنه الجوار معناتها يفشل معناتها وماهوش في فورمة، وحتى في الكيبة نتاعو في اليونان ديما اللينوت نتاعو خايبين، وما يلعبش 90 دقيقة كاملة وكل شيء، وما ورى حتى شيء في الكوب دافريك، وبعد تعاود تعيط له بعد الكوب دافريك. يعني المنتخب هو سين سيليكسيون، يعني انت تبغى سيليكسيوني احسن جوارات عندك، وانا تهوج ديك الشيء ما نشوفوش من احسن الاظهره في تونس جمله زاده، سورتو بعد ما تفرجت في 3 ماتشات في كاس افريقيا. دونك هذه ما نراهيش دعوه مستحقه للمنتخب. باهي، عندنا في اللاكس ياسين مرياح وديلان برون وأسامة الحدادي وحمزة جلاسي وعلي غرام. بالنسبة لياسين مرياح، دونك ياسين مرياح هو قيمة ثابتة في المنتخب. الراجل لاعب ظهر قريب 80 مباراة دولية، عنده عنده قريب 10 سنين ممكن مع المنتخب، عنده مدة طويلة. دونك موجود، عنده برشا يلعب، عنده كاليتي دو رولانس باهية صحيح، عنده الهفوات، مشكلته عنده الهفوات، لكنه دفاعيا وفي الرولانس ممتاز حتى مع الترجي. دونك الدعوة متاعو نراها مستحق، سورتو اللي هو واصل للراجل ربع نهائي ربيع الأبطال. ديلان برون، ديلان بون باش نحكيو على مرياح ديجا باش يقعد مع الترجي، ويعني هذه القائمة الأولانية اللي هبطت، لكن ثم بعد تغييرات. دونك ياسين مرياح حكينا عليها، ما هو مش باش يكون موجود في الماتشات اللي باش يصيروا في القاهرة. ديلان برون عنده مدة ما لعبش، والحقيقة في الماتشات الأخيرة ماتشات لعبوا مع المنتخب ما كانوش باهين بالكل، ما كانش يستحق حتى البلاصة نتاع أساسي في الماتشات الأخرانيين قبل ما يوليو معاش يعيطوا له. توا رجع يلعب مع سيرفيت المراكز الأولى في الدوري السويسري، دونك وقاعد يلعب في الماتشات الأخرانيين. دونك فرصة للمدرب باش يعاود يعيط له ويقف على حدود إمكانياته، ويشوف الجوار هذا مازال ينجم ينفع المنتخب ولا ما عادش ينجم ينفع المنتخب. دونك معقولة نشوف هالدعوة. أسامة حدادي، يلعب في جروتر فورث اللي تلعب على الطلوع في ألمانيا، يلعب ديما يهبطوا ساعات يلعب 90 دقيقة ساعات يلعب أقل. دوك نشوف برشا، نشوف مظلوم الجوار هذا في تونس، ديما يقولوا اللي هو خايب انا تفرجت عليه ماتشاته الكل مع المنتخب عمري ما شفته خايب، صحيح ماهوش تكنيسيان، لكنه دفاعيا بالنسبه لي خير من معلول خير منه هجوميا، لكنه هو دفاعيا يهني بالنسبه لي اكثر من معلول.
دونك هو العابدي خير منهم الكل الحقيقة. مي الحدادي في جروتر فورث يكور باش يطلع البوندسليغا قاعد، وقاعد يلعب ديما دفاعيا. نشوفه عنده مكان في المنتخب في المستوى الدفاعي، وسيرتو هو نجم يلعب ان تروازيام اكسيال زاد، والاكسيال الوحيد ظهري في القائمة هذه اللي هو قواش يلعب ساقو اليسار بهذا. وسامر الحدادي دونك كيما قلت سامر الحدادي انت نشوف الجمهور ياسر ينتقدوه اكثر من لازم. ساعات هو ما يستحقش الانتقادات هذه الكل، خاطر الراجل تو عنده سنين ربي خرج من الكلوب، وتعدى بالدوري التركي وتعدى بالدوري الفرنسي ومشى للخليج وتو يلعب في المانيا، وكل الايكيبات اللي مر بهم كان ديما يكور، كان ديما يلعب. بالنسبه لحمزه جلاسي كيما قلت ديما الانترينور يعيط الابرز اربعه من كل من الاربعه من الفرق الاربعه الكبار في تونس، يعيط الابرز اللاعبين. دونك احنا نمشيو للإيطوال نلقاو ابرز لاعب فيها هو حمزه جلاسي، اكثر واحد منتظم وراضي عليه جمهور الإيطوال. دونك الانترينور عيط له، سورتو لازم يعاود يعيط له، سورتو عيط له في كوب دافريك. انت باش تعيط للجوار وتنحيه مش في ماتش، عيط له في كوب دافريك ما لعبش، تو زدت تعيط له باش يجي نهار باش ياخذ فرصته ونشوفوه معناتها قادر يقدم الاضافه للمنتخب ولا. دونك الجوار مازال كي ولا لاعب دولي، مش باش تنحيه انت بعد اول غاسومبلومون، ثاني غاسومبلومون صاي ما يكونش في القائمه. دونك معقول جدا وجوده في القائمه. علي غرام نفس الشيء، ابرز لاعب في نادي صفاقسي هو علي غرام، وكمل علي غرام عنده مده معناتها موجود في المنتخب اكثر عامين ظهر لي. دوك بالنسبه بما انه هو ابرز لاعب في السي اس اس حاليا فانه موجود في القائمه. علي العابدي هو افضل ظهير ايسر توا في تونس، ما ثم حتى حد يوصل توا النيفو نتاع علي العابدي بالنسبه لي، راهو دفاعيا وهجوميا. باش تقول لي معلول عنده بريسيزيون دو باس اكثر من العابدي، داكور دوبي نمشي معاك، مي اسكو معلول يعمل لي فور اللي يعملوا العابدي في الدفاع وفي الهجوم؟ لا. اذا كان معلول يلعب زوز 3 كور 4 كور في الديزويت هذا كفرص، فانه العابدي ممكن يلعب اكثر. واش خاطر العابدي يحاول يشارك في كل اتاك ويحاول يشارك في كل روبلي، وين ترجع المنتخب يطيح البلوك في فكور تلقاه هو موجود، يعني تبارك الله فيزيكمون حاضر على الاخر. دوك شوفوا هو اول واحد اول ظهير في تونس، اول ظهير ايسر في الوقت الحالي. امين الشيرني يلعب مع لافال، طفل صغير يلعب ماتشويته الكل. ذي معناتها ذي انتداب للمستقبل. المنتخب لازم يميزي عليه من توا، يعيط له، خاطر ان شاء الله ذي باش يكون حل في المستقبل على الجهه اليسرى. خاطر توا معناتها الكونفيرم قاعد في لافال وقاعد يلعب في ماتشويته الكل، ولافال تلعب عطلوه على الدرجه الاولى الفرنسيه. نحكيو توا على حراس المرمى. انا كان بديت بحراس المرمى، مي نحكيو توا على حراس المرمى ما يسالش. عندنا ايمن دحمان معناتها ماهوش عام وجمله، هذا ملي مشى للسعوديه يقبل في برشا بونتوات. دونك حتى هذه حراس المرمى ديما نشوفها ترضيات الحقيقه. ديما لونترينور مش ما يغشش جماهير الانديه او يعيط منا ومنا، فهمتني، باش يرضي العباد الكل. مثلا دحمان تقول لي عمناه ولا يستحق، نقول لك يستحق. تقول لي وانت عمناه ونقول لك يستحق. اما سنة ماهوش معناتها مورال طايح يقبل في برشا بنتوات، ماهوش عامو عام هذا ماهوش عامو، فهمتني. دونك لو فات اللي نشوفه في القائمه فانه جوست معناتها صعيب باش يستغناو عليه وقت اللي هو عنده تو 3 سنين في المنتخب وكمل اموره ماهيش باهيه في الفريق نتاعو. دونك يحاول منتخب لحتى في السنين الاخرى ولا يعاون الجوار باش يخلي المورال نتاعو ديما تلعب. باش يقولوا رانا مازلنا حاجتنا بيك، وراك معناتها رانا مازلنا نخزروا لك بعين كبيره ومازلت نجم تكون معانا. دوك ديما نحس يحاولوا يعملوا احاطه نفسيه للجوار، كيفاش ديما يعيطوا له في لي مومون الصعاب نتاعو. كيما ايمن دحمان ولكن كان تسالني تقول لي هو يستحق تو يكون في المنتخب، نقول لك لا الحقيقه ما عندوش تو المستوى اللي يخليه يكون في المنتخب. مي بما انه هذا معناتها ولد المنتخب وعنده 3 سنين وصل الاساسي وكذا، فانه باهي المنتخب كيعمل احاطه لبعض اللاعبين باش يخلي الثقه في النفس ديما موجوده، فهمتني. ما لازمش تطول اذا كان هو ما يشوفش فريق اخر، واذا كان ما يلقفش روحه من تو وكذا، فانه باش يجي نهار ما عادش باش يكون في المنتخب. هذه حاجه واضحه. بشير بن سعيد افضل لا ماشي نقول افضل حارس تو، لكن من افضل الحراس توا في تونس. وين يستحق المنتخب يكون راكز وثابت.
ما ينسبيغ با لا كونفيونس برشا. هو الحقيقه تشوفوا تحسوا ديما خايف الجارديان، تحسوا خايف شويه. لكن الماتشات لعبوا مع تونس ما كانش يعمل اغلاط الحقيقه. حتى كان تحسه خايف لكنه ما كانش يعمل اغلاط. وحتى البونتوات اللي قبلهم مع المنتخب كانوا بونتوات صعاب الاكثريه ما يتشدوش، بخلاف البونتو اللي قبلوا في الجورني الاولى بتاع كوب دافريكا ينجم يخرج بعد كوره قبل ما توصل للاتاكون. هذا باش سعيد يقول يستحق ولا يقول لك يستحق. معز حسن جوار جماهير الافريقي يستناو فيه باش يترشق، عندهم مده ولتو ما ترشق، لتو مازال يقبل في بونتوات ما يتقبلوش. دوك تقول لي معز حسن يستحق ولا لا، نقولك الحقيقه ما يستحقش، خاطر خذا برشا فرص في المنتخب وباقي يقبل في بونتوات ما يلزمهمش يتقبلوا. الحقيقه يعني النيفو نتاعو في الوقت الحالي ماهوش تاع منتخب، خاطر المنتخب هو يضم نخبه اللاعبين. هو تو ما نشوفوش من نخبه اللاعبين، يشوف البونتوات اللي يقبل فيهم في الافريقي وحتى الجمهور الافريقي، مش الكل لكن بارتي من الجمهور الافريقي ماهيش راضي على الاداء نتاعو. دونك كيما قلت ديما راهو حراس المرمى ديما لترضيه الانديه، تو قبل وتوا زاد. أمان الله ما ميش حاليا هو أبرز حارس في تونس. صحيح الخمسة ماتشات الأخرانيين مع كاردوزو إنا با ايتي تيستي، خاطر الفرق اللعب كونترهم الترجي ما كانوش قويين هجوميا، دونك لقى روحو مرتاح صحيح. لكن أنا ما نخزرش الخمسة ماتشات، نخزر 26 ماتش الأخرانيين، عامل 20 كلين شيت. هذه أرقام تخليه معناتها لونتريور يعيط له عينيه مغمضة، خاطر هذوما أرقام تاع في واحد عمره مع جارديان عمره 19 ولا 20 يعني أرقام كيما هذه، فانه لازمك تعيط له، لازم تبني عليه. هذا حارس المستقبل ان شاء الله باش يكون اذا كان يكمل هكا بالطبيعه. و صحيح معناتها الماتشات الاخرانيين كانوا ساهلين اونتر كيومي بالنسبه للترجي، بخلاف ماتش الملعب التونسي كان صعيب، لكن هذا ما يمنعش انه الماتشات اللي قبل عمل ماتشات باهين، دونك يستحق يكون موجود في القائمه. وسط الميدان عندنا سامي شوشان لاعب برايتون، نفس الشيء لاعب للمستقبل، لاعب في برايتون في البريمير ليج، بزاف في الاكيبا الا 21، لكنه ان شاء الله قاعد يكور. دونك مادام قاعد يكور فانه مرشح باش يطلع للسينيور ان شاء الله، سورتو انه عمره 20 ولا 21. دونك هذا انتداب للمستقبل نفس الشيء ويستحق يكون موجود. الياس سخي من افضل متوسط الميدان حاليا، ماهوش باش يلعب الدوره هذه على خاطر مضروب حسب ما قالت الجامعه مضروب. عيسى العيدوني من خزر لي ثم جوار تلقاه في السيليكسيون يلعب بالكدا. صحيح باش تقولي اون كلوب ماهوش قاعد يلعب برشا، لكنه عيسى العيدوني اون سيليكسيون وين عيط المنتخب جوار كلي ما يبخلش عليك جمله، قد تلعب 90 دقيقه يلعبهم هو يجري، والجوار فكك ديستركتور يتسمى، ما يخليش الفرق مش تبني اللعب، ما يعرف كان يكسر اللعب. يعني جوار باغارور يحب الفيزيك، يحب لي دويل، يفك برشا كوره وما ما يفدلكش امور فكان تبارك الله عليه. دونك وحتى راهو حتى في ترانزيسيون راهو تكنيس في ساقيه. دونك كان عيسى عيدوني نشوفه من احسن متوسطي الميدان حاليا، وعنده بلاصته في المنتخب بالطبيعه. محمد علي بن رمضان نفس الشيء، اذا كان باش تجي تحاسبه على دقائق اللعب نتاعو وعلى شنو قدم في موسم كامل، فانك ماكش باش تعيط له الحقيقه، فهمت؟ خاطر معناتها ارقامه ضعيفه ظهري. صحيح عامل 4 اسيستات ولا 5 اسيستات وسجل هدف، لكن الطون دو جو نتاعو ضعيف برشا. دوك العام الاول هذا بتاعو ماهوش ناجح حتى لتوا في المجر، ماهوش فاشل بالطبيعه، ماهوش ناجح زاد، مازال يلقى في روحه اللاعب. دوك ينجم معناتها لو فات انه ما يعيطلوش ما كانتش حاجه غريبه تكون بالنسبه لي، لكن كي نقول ديما المنتخب راهو قاعد يعمل في احاطه للاعبين في السنين الاخرى. ديما اللاعب اللي يبدا في صعوبات في الجمعيه يحاول المنتخب يلقفه ويبين له اللي هو مازال عنده ثقه فيه، كيما ايمن دحمان بالنسبه لي، كيما محمد علي بن رمضان. دوك محمد علي بن رمضان قبل اللي يستحق صحيح، مي توا كي نشوف الفورمه الحاليه فانه ما يستحقش، لكنه يقعد ديما معناتها من احسن الجوات اللي خرجوا من البطوله في السنين الاخرى في منطقه وسط الميدان بالطبيعه. محمد حاج محمود توا وصل للبيك نتاعو، توا معناتها وصل لاقوى نيفو نتاعو من اللي خرج لبرا، يلعب دوري سويسري ديما يلعب، وهداف زاده، قاعد مركز في 2 ماتشات الاخرانيين. هذا عامو بالنسبه لمحمد حاج محمود النجاح اللي كان يستنى فيه، فانه توا وصل معناتها وصل ويولي تيتولير معناتها في الجمعيه نتاعو، ولا معناتها اليمون مهم ياسر في ال11 دو ديبار نتاع الفريق نتاعو. دونك
معناتها مادام وصل للمرتبة هذه للدرجة هذه فإنه بلاصتو في المنتخب بطبيعة مستحقة. حسام دقة من أفضل المتوسطي ميدان في البطولة حاليا. صحيح ماتش الأخرين ما لعبش بالباهي كونتر كلوب أفريكا، لكن نغز الماتشات اللي لعبهم قبل كلوب أفريكا فإنه يخرج في أتراحه وقاعد يلعب، قاعد يقدم في مستوى باهي. صحيح مستوى البطولة ماهوش عالي كي تمشي للنيفو انترناسيونال باش تفيق باللي لاكون نتاعك، لكنه أنا كي نشوفه في البطولة كيفاش يكور فإنه بلاصتو موجودة في المنتخب. إذا كان تحب تعيد المتوسط ميدان من البطولة فإنه أول واحد باش تخمم فيه هو حسام دقة في الوقت الحالي لا حقيقة. حمزة رفيع، حمزة رفيع جوار تكناس لكن نحسه بخلي وماهوش خدام. صحيح عنده في ساقيه وكل شيء، لكن تشوف نفس الشيء، تشوف الطون دو جو نتاعو في ليكيب نتاعو في ليتشي ماهوش قاعد يلعب برشا. والونترينورات معناتها في تونس معناتها مازالوا يسيسوا فيه تو، معناتها مازالوا معناتها يعيطولو وفرحين بيه انه هو معناتها مازال عند العام الاخراني ديما في لي راسومبلومون الكل مازالوا يعيطولو. لكن البريفيليج هذا مش باش يقعد ديما. احنا معناتها انت توا طون دو جو نتاعك ضعيف، عيطنا لك اليوم وعيطنا لك غدوه وعيطنا لك بعد غدوه، لكن باش تقعد هك فانه نفس الشيء باش يلقى روحه خارج المنتخب. ولويش خاطر الطون دو جو نتاعو ضعيف برشا، مش قاعد يكور في ليتشي، واللي هي ليتشي معناتها فرق بسيطه ترتيبه اقل في ايطاليا، يعني لازم يلقى بلاصه فهمتني، سينو ما عادش يستحق المنتخب. دونك حمزه رفيعه كان يغزل البوتنسيال تكنيك نتاعو في انه يستحق، لكن يغزل الطون دو جو واسكو هو ديناميك والا لا، واسكو هو معناتها مجتهد ويعمل في ديزيفور والا لا، فانه كي نغزل البارتي هذه نولي ما عادش نعيط له. دونك لازمو يطلع الباليه اخر، لازمو يقوي في الطون دو جو نتاعو، لازمو يكون ينشط اكثر، لازمو يقلع بلاصتو في الفريق نتاعو باش يضمن بلاصتو حتى من بعد في المنتخب. نمشيو توا المهاجمين. عندنا الياس العاشوري يلعب في كوبنهاجن، اكيبا ديما تلعب على البطوله في الدنمارك وديما تلعب على الشامبيونز ليج، دونك هذا نفس الشيء، هذا جوار المستقبل. صحيح عمل كاس افريقيا خايبه برشا لكنه للمستقبل جوار مهم برشا، وبلاصتو ما يفكروا حد حاليا في المنتخب، خاطر ما عندناش نحن توا جوارات يلعبوا على البطوله في لي شامبيون نتاعهم، في الشامبيون تاع الاوروب نقصد، وعلى الشامبيونز ليج. دونك الياس العاشوري في باليه اخر بالنسبه لي، تو من احسن المحترفين حاليا في اوروبا، وان شاء الله معناتها هو عنده امكانيات باش تخليه يلعب حتى في ايكيبا خير حتى من كوبنهاجن، لكنه مازال ما اثبتش، مازال ما ولاش معناتها لا فيديت نتاع كوبنهاجن. ثم هذاك لاتاكون نسيت اسمه، هذاك اللي يلعب مع النرويج ولا مع الدنمارك، نسيت، اليونسي ايواش اسمه، هذاك هو الفيديت نتاع ليكيب في الوقت الحالي، ديما هو اللي ماركي وديما كل شيء. دوك الياس العاشوري مازال يلقى في روحه توا في كوبنهاجن، قاعد يقدم في مردود باهي، والمردود نتاعو يخليه يكون في المنتخب عن جدارة. يعني هذوما لاعبي المستقبل. كيف سيف الله الطيب زاد اللي نلقاه موجود اللي هو يعمل في ماتشات باهين برشا في الدوري السويسري، جوار ما يخافش، يمشي للديفونسور، بروفوكاتور، يعرف يتريبل، رابيد قصير، يعرف يشد الخط ويجري، معناتها ما عادش تخلط عليه. يعجبني برشا جوار هذا خاطر معناتها اكسبلوزيف ديناميك، وان شاء الله باش يعاون المنتخب في السنين القادمه. معناتها شوف بلاصتو مستحقه على الاخر كي نشوفوا كيف لي نوت اللي ياخذ فيهم في الدوري السويسري والمردود اللي قدم فيه في الدوري السويسري. عندنا الياس سعد هذا عيط له زاده بعد سمعت تدخل جراحي على الفم. بون تو شفته مع المنتخب، صحيح يلعب بقدام في الدرجه الثانيه نتاع سان باولي، صحيح قاعد يقدم في مردود باهي برشا في الدرجة الثانية الألمانية، لكن إذا كان يحب على بلاصة في المنتخب بالحق من توا لازم يكبس روحه ويجي، على خاطر توا ثالث مرة المنتخب يحب عليه وهو ما يجيش. صحيح سمعت كان ثم مشاكل بينه إدارية، ما نعرفوش بالضبط فاش تتمثل المشاكل هذه، لكن إذا كان يحب معناتها يولي محبوب من الجماهير التونسية ويلقى بلاصة في المنتخب من توا، فإن البيبان محلولة، دونك لازم يستغل الفرصة، خاطر البيبان ما يمشيش تقعد ديما محلولة، الفرص ما يمشيش تقعد ديما موجودة. هذا الياس سعد، واللي هو راهو من أحسن ما ثم تو في الدرجة الثانية الألمانية كأرقام معناتها وكمردود وكل شيء، ويلعب على طلوع الدرجة الأولى الألمانية بوندسليغا. سيف الدين الجزيري نحسه نشوفه زايد مثلا. الواش تقول لي الواش قلت راهو في الطون دو جو نتاعو في مصر ضعيف، وعنده برشا ماركات، اخر بونتو ماركات في 2023، دونك مش قاعد يماركي، مش قاعد يلعب. وفي كاس افريقيا ما قدم بون لعب ماتش هو تيتولير ظهر لي. المهم ماتشات الاخرين الكل مع المنتخب ما كانش هو راهو يقلق الديفونسوريات، ويعجبني معناتها لي زابيل نتاعو،
تعجبني وقفته في التيران صحيح، لكن افيكاسيتي ما فماش وبونتويت ما فماش. فهمت؟ هذيك الحاجه لي بوان فور نتاعو، واني قلت لك راهو التمركز، ويقلق برشا ديفونسوريات. لكن حسب ما نشوف توا في المردود نتاعو في الدوري المصري فانه ما ينجمش يكون دولي. بقى انا عطيت لي كاليتي نتاعو، لكن ينجم يكون نجم بكشي الكونفوكاسيون كونفوكاسيون اللي بعدها معناتها يكون في المنتخب معقول، ممكن يقدم مردود به، ما نظرا للمستوى الحالي فانه نراه زايد في المنتخب. صحيح قبل عاونا في كاس العرب، ما ديما نحكي على التوا ما نخرجوش لقبل. ديما كيما قلت سيف الدين الجزيري نشوفوا كيما محمد علي بن رمضان كيما ايمن الدحمانه، كل المنتخب يحاول يعمل لهم احاطه، يحاول ديما يقف معاهم. نفس الشيء كاتيجوري هذه نتاع اللاعبين. هيثم الجويني مع ستاد سنة عمل سيزون باهية قبل البلاي اوف، نحكي عمل سيزون باهية، لكن توا في البلاي اوف ماهوش قاعد يمركي مع المنتخب، ماهوش افيكاس. جاو 3 كور ظهر لي في كوب دافريك، 3 كور باهين تاع بونتويل، ما منهم حتى واحدة. يعني خذا فرصته في كاس افريقيا، خذا فرصته على الاخر وما اثبتش. نتصور المنتخب يحب يزيدوا فرصة أخرى، خاطر مازال كي رجع الدولي عنده أقل من عام. دوك المنتخب نفس الشيء، نحب نشوف المنتخب يحب يعطيه فرصة أخرى باش يدارك الموقف ويحاول يرجع، معناتها يعاون وإفيكاس ويفك بلاصة في المنتخب. خاطر نفس الشيء هيثم الجويني كان باش يقعد بالمردود هذا فإنه باش يخسر بلاصته في المنتخب، وحاليا نشوف ثم ما خير منه. دونك شكون اخر؟ بسام السرار في اصابه، ماهوش باش يلعب ماتشات هذوما. دونك حكينا على الجوارات اللي باش يلعبوا. نحكيو توا على الجوارات اللي عيطوا لهم بعد ما الترجي طلبت من الجامعه انه جواراتها ما يمشيوش للفواياج هذا، على خاطر ثم ربع نهائي رابطه ابطال افريقيا اللي هما نادر الغندري. عن نادر الغندري نفس الشيء، العباد الكل ينتقدوا فيه، وما عنده ماهوش لاعب منتخب، ما عندوش المستوى. لاعب معناتها ملصقين وتلصيق انسي دو سويت. انا رايي يختلف في خاطر انا ديما نفرق بين كلوب وبين سيليكسيون. تقول لي في غندري مع الكلوب ولا في الخليج ولا كذا يعمل في غلط كذا، انا نقول لك لي الغندري وين يستحقوا المنتخب، وتفرجت على ماتشات تاع الغندري الكل في المنتخب وين يستحقوا المنتخب، يخرج دي بريستاسيون باهين برشا. ونفكركم في بونتو فرنسا اللي تماركيه هذاك ومن بعد تحسبوا الرجل. ونفكركم في برشا ماتشات يعني ديفونسيفمون عملهم بارفي بالنسبه لي. ديجا بالارقام ظهر لي على 10 ماتشات الغندري يلعبها مع المنتخب، 9 ماتشات المنتخب يعمل تعادل يا يربح ما يخسرش. يوريك معناتها هو كاكسيال راهم ريقل، لا تفرش ماتشاته الكل راهم ريقل مع المنتخب. دونك اون سيليكسيون نعتبر الغندري جوار باهي، وين تفرجت فيه فانه اقنع. دونك تو يعيط له كارونفور بعد تغيب ثلاثي الترجي، فان راها معقوله. ورجع يلعب في روسيا مع النادي الجديد نتاعو هذا. عنا معتز زدام قاعد يكور زاد. معتز زدام توا في مصر 3 ماتشات اخرين مركز بونتو، قاعد يكونفيرمي. دونك ينجم يستحق، مازال بكري حسب رايي، مازال بكري باش يعاودوا يعيطوا له. ما ينجموا تحسها اقرب للمزيه هي، ما ينجم يعطيه فرصه حتى من توا معناتها كان يحبوا. لو انه نستنى انا يزيد يقنع اكثر، يزيد يلعب ماتشات اكثر. اما اموره ماشيه توا في الدوري المصري، واخر 3 مباريات ماركا 2 بونتوات. شكون اخر عيط؟ هو لونترينور. دونك عنا حمزه المثلوثي عيط له. صحيح هو ديما يلعب في مصر مع الزمالك وكل شيء، ما نعتبرهم هذوما اللاعبين تاع الماضي. ديجا الواش ديجا هو كبر في العمر. ثاني حاجه معناتها ماهوش الجوار اللي قاعد يتطور في المستوى، ديما نفس المستوى. ما تسمعش بيه عمل ديزاسيست، عطاه عمل ماركا بونتوات كذا، ما تسمعش بتطور ملحوظ في الاداء نتاعو. صحيح معناتها قريب بريسك جوار ماشي في الفانت كارير. فهمتني؟ انا كي نخزر ثم يان فاليري وتعيط حمزه مثلوثي، طول يمشي مخي سوء النية، طول يمشي مخي المحاباة، طول يمشي مخي الترضية. خاطر ما فما حتى سبب يخلي لاعب في الزمالك المصري يفك بلاصة لاعب في أونجي الفرنسي يلعب في ماتشاته الكل من أبرز الأظهرة في الدرجة الثانية الفرنسية، ويلعب على طلوع للليك 1 والأرقام متاعو باهية برشا في الدرجة الثانية الفرنسية. ما فما حتى تفسير بالنسبة لي، كان محاباة. دونك مثلوثي موجود وفاليري غايب، شوفها حاجة ما تجيش بالكل. فاليري أحق من مثلوثي إنه يلعب، إنه يعيطوله للمنتخب.
وفاليري قاعد حسب راي قاعد يتعرض معناتها برشا تشكيك في قيمته، وبرشا يعني اللي كانوا شادينه في تركينا المحللين في تونس، وأخص بالذكر اللي سمعتهم أنا عمار الجمل وخالد القربي مركزين معاه ما فهمتش الواش وشنو الحجج الطيارة برشا متاعهم. قال شنو عيطولو 3 مرات وما أقنعش، و3 مرات اللي يحكيو عليهم هما منهم 2 ماتشوات يدخل معناتها في الشوط الثاني، يبدا رومبلاسون يدخل في الشوط الثاني، وماتش بركة لعبوا 90 دقيقة كاملة. يعني هما قويين برشا عمار جمال وخالد القربي، ولاو يعرفوا الجوار من 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 3 ماتشات ما لعبهمش كاملين، ولاو يعرفوه هو شنو معدنه معناتها يصلح ولا ما يصلحش. شو هذيك معناتها جست شادينه في تركينا ما فهمتش الواش، يعني مركزين معاه وما يستحقش معناتها الوقت اللي يلعب 10 ماتشوات ولا 5 ماتشوات ولا 7 ماتشوات كاملين وبالرسمي يظهر خايب تعب معناتها ما يتعملش عليه. نقولها انا في فيديو راهو ذي معناتها مش باش يعاون الجمله، مي مازال ما خدش فرصته، ما تنجمش تحكم عليه من توا. اعطيه وقت لعب ومن بعد نشوفوه باهي ولا خايب. كي نشوفوا كيفاش يلعب في اونجي ونشوف وقت اللعب والارقام تاعو طول نثبتوا في المنتخب، نعطيه فرصته ونشوفوا ينجم يعاوني ولا الحاجه اللي توا اللي مازال ما خداهاش فاليري. دوك ما فهمتش الواش انا معناتها حاطينه على جنب الطفل هذا، وهو ينجم يعاوننا برشا، سورتو انه كشريده ودراجة المستوى نتاعهم ماهوش باهي حسب باين. نشوف كان ثب خلاف الزعلوني توا يلزم يعيط الواحد خير حتى من الزعلوني، فهمت، يلعب في نيفو اعلى من الزعلوني. ممكن نشوف شكون يلعب في نيفو اعلى من الزعلوني على اليمين توا، فانه فما كان يان فاليري. باهي شكون اخر عندنا فيصل المناعي. واش فيصل المناعي تاع الماستير كيما قلت لونترينور ديما ثم كومون il procède لونترينور، الطريقة نتاعو في اختيار الافكتيف اللي باش يلعب. ديما قلت راهو يمشي لأفضل الأندية في تونس يختار منهم أبرز اللاعبين. دو كان يمشي للمستير حسب جمهور المستير، ما تفرجتش في فيصل المناعي، حسب جمهور المستير أبرز لاعب في المستير حاليا هو فيصل المناعي، من أفضل المتوسطي الميدان حسب رايهم في البطولة في الوقت الحالي. دونك نجم نقولوا مقبولة الدعوة نتاعو. دونك في قالب بعض نشوف برشا جواريت يستحقوا، نشوف في جواريت ما يستحقوش كما كنت حكيت عليهم. واكثر وحاد معناتها هما سيف الدين الجزيري وحمزه مثلوثي اللي معناتها مازالوا معناتها يعيطوا لهم ما فهمتش الواش. يعني ساعات جواريت خذاو وقتهم في المنتخب وماشيين في الفند كارير الزوز فايتين 30 ظهر لي. اوزر لي كور وماركي وعمل ديزاسيست وكل شيء ومرحبا بك في المنتخب. باش تكون عالة على المنتخب مش معناتها عالة، يعني انت ماكش ممتاز في النادي نتاعك وبعد تجي المنتخب تاخذ بلاصه نتاع واحد اخر عنده معناتها شرعيه اكثر منك يكون في المنتخب، هذه حاجه ما تجيش. دونك عطيت لهنا شكون اللي حقهم عيطت لهم، قلت يان فاليري. ثم الميزوني زاد يلعب في ليتون في الانجلتير، من افضل معناتها اللاعبين في الدرجه الثالثه الانجليزيه وفي الفريق نتاعو. باش تقول لي الدرجه الثالثه الانجليزيه راهو مادامو في اول حاجه نيفو نتاعها باهي، ثاني حاجه مادامو هو ان اليمون انديسكوتابل في الفريق نتاعو، تيتولير انديسكوتابل، فانك عيط له شوفه بالنسبه لي خاطر يعمل في ارقام باهيه، راهو ياخذ في ديما في دي نوت باهيين ديما فوق ال7 نوت نتاعو. دونك يستحق التفاته ونشوفوه شنو قادر يقدم الجوار هذايا المنتخب التونسي. دونك ثم هذوما يان فاليري والميزوني معناتها حبيتهم يكونوا موجودين في التجمع هذايا قبل الدورة الرباعية. دونك حكينا لهنا على الجوارات اللي حقوا ما عيط لهمش، حكينا على الجوارات اللي حقوا عيط لهم. فما مرتضى بن وناس زاد ما حكيتش عليه، جوار قاعد يقدم في ماتشات باهين في تركيا، واللي يعجبك فيه ديما يلعب تيتولير وديما يلعب 90 دقيقة. دونك كنا نحكيو كورة بيرمون كورة مش حاجة أخرى، فإنه بلاصتو في المنتخب مع علي العابدي ومع أمين الشيرني موجود على الجهة اليسار. لكن بعد اليسار كوب دافريك الأخرى وكيفاه جي معناتها لتونس وبعد روح في نهار ومن غدوة بعد ما صارت الحكاية ذيك اللي ولات بوليميك من بعد، قالت الجامعة انه بيتعرض للعقوبة. دونك ما عرفوش وين وصلت الحكاية. دونك ممكن ثم مشكلة، ممكن مازالت ما تفضلتش المشكلة بين مرتضى وبين الجامعة، ممكن مازالت معناتها ما سفاتش الأمور. مي هو كان نحكيو كورة كوارجي الراجل معناتها ما نتناقشوش فيها. نتصور انه مرتضى بن نويس يستحق يكون في المنتخب، حاجة واضحة.
دوك جوست لازم لونترينور يوضح معناتها شنو وين وصلت حكاية مرتضى، واسكو معاقب الراجل ولا ماهوش معاقب، ولا شنو حكيته بالضبط، خاطر الجمهور الكل يحب يعرف واش ماهوش كونفوكي في الزوز ماتشوات هذوما. ختاما ان شاء الله تكون عجبتكم حلقة اليوم، والى اللقاء في حلقة قادمة.